راكي حيرة واش ديري القهوة العصر؟ جبتلك اليوم مسكوتشو تجي طالعة وخفيفة ومهوية بذوق البرتقال، تجي منعشة وبزاف بنينة. شوفوا لي المسكوتشو كي جات طالعة وخفيفة، راح نعطيكم كل أسرار باش تنجحوا فيها وتجيكم خفيفة وما تلصقلكمش في المو، وتتحصلوا على هذا الخفة واللذاذة مع كريمة البرتقال اللي تجي بزاف بنينة. نبدأ فيديونا بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ في وصفتنا على بركة الله. نحتاج 3 حبات برتقال يكونوا صغار و2 حبات إذا كانوا كبار. نكون مقشرتهم ومنحيت لهم هذيك البيوضية، لأنه هذيك البيوضية درنا المرورية. بعدها نقطعهم ونحي لهم الزريعة. كما نعرفوا الزريعة تاع البرتقال إذا خليناها راح تجينا المسكوتشو تاعنا مرة، على هذا لازم نتخلصوا من كامل هذيك الزريعة اللي في البرتقال تاعنا، وكذلك نقطعهم باش يساعدونا كي نجو بعد نخدموا بالبراميكسر، ما نخلوش الحبه كامل. كما راكم تشوفوا انا نحيت لهم كامل الزريعه اللي فيهم، ورايحه نضيف كامل المكونات اللي عندي مع بعض. الحاجه مليحه اللي في هذا المسكوتشو انه نديروا كامل المكونات مع بعض. عندي كاس الا ربع زيت، وكاس الا ربع سكر، و3 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني نجبدوهم من الثلاجه قبل بوقت باش يحماولنا ما يكونوش باردين، مع الرشه تاع الملح، ونضيف لهم لافاني. ونجيب البراميكسر تاعي ونخلط كامل المكونات. هنا تقدروا تخلطوا بالبراميكسر، كما تقدروا تخلطوا بالاشوار. المهم حاجه تكون كهربائيه، يعني ماشي بالفوي، لانه هنا لازم هذاك البرتقال تاعنا يتخلط لنا مع الزيت والسكر، ما يبقاش القشور تاعو، لانه لو كان نخلطوه بالفوي هذوك القشور تاع البرتقال يبقاو لنا، وكي نجو نديرو المسكوتشو تاعنا طيب من بعد كي نجو ناكلوها نولو نلقاو فيها هذوك القشور. على هذا لازم ندوبوه. لما نخلطو الخليط تاعنا مليح ونشوفو بلي اللون تاعو ولا ابيض، نضيفو له مورف من الخل وكاس فرينه يكون ملان، مع كيس ونصف من خماره تاع الكاطو. هنا عندي نصف كيس، ونزيد له الكيس الثاني. انا كي ضفت الفرينه والخماره ضفت في نفس الطاس، لانه الطاس كبير. انت اذا درتي في طاس صغير حولي الخليط تاعك في ريسيبيون وزيدي له الفرينه. انا ضفت نصف كاس ثاني فرينه، يعني درت الكاس الاول ودرت معاه كيس ونصف من الخماره وضفت له نص كاس فرينه، ونبدا نخلط بالفوي. الكاس الثاني استعملت منه نصف فقط، يعني بالمجمل درت كاس ونصف فرينه، ونخلطوا الفرينه تاعنا بالفوي حتى نتحصلوا على القوام تاع المسكوتشو اللي رانا نحوسوا عليه. يعني كي نخلطوا ونكتبوا الرقم 8، هذيك 8 ما تروحش ليه تبقى محافظة على الشكل تاعها. نخلي الخليط تاعي في جهة، ونجيب المول تاع المسكوتشو ندهنه بالزبدة مليح مليح. ندخل الزبدة في هذوك الفراغات، لأنه إذا بغينا المسكوتشو تاعنا ما يلصقش لازم ندهنه بالزبدة ونذرو عليه الفرينة. هذا واحد من أسرار أنه المسكوتشو تاعكم ما يلصق لكمش في المول. بعد ما درنا الفرينة نحاولوا ننزعو هذوك الزوائد، ونزو ندير الخليط تاعي في المول. قبل ما نبداو نخدموا في المسكوتشو نكونوا مشعلين على الفور ونخلوه يسخن من قبل. نخلط الخليط تاعي كما راكم تشوفوا بالكيردون باش اذا كان فيه فقاعات يخرجوا، وندخل المسكوتشو تاعي للفور. اول ما نحطوا المسكوتشو تاعنا نحطوها في الرف الوسطاني، والنار تكون قويه باه المسكوتشو تاعنا تطلع ليه. بعدها نقصولو باه يطيب في غردو، وما نفتحوش الفرن تاعنا قبل ما تفوت 20 دقيقه باه المسكوتشو ما تهوتش. بعد ما تفوت 20 دقيقة نفتحوا على المسكوتشو تاعنا ونشوفوه إذا طاب. ندخلوا الكيردون، إذا خرج هو ناشف معناها المسكوتشو تاعنا راه طايب. نهودوه للرف التحتاني ونشعلوا له النار من الفوق، نحمروه ونخرجوه. كما راكم تشوفوا هنا راني نحضر في الكريمة، درت فيها كاس إلا ربع عصير برتقال وكاس إلا ربع ماء، مع كيس تاع فلون بذوق الفانيليا الوزن تاعو 50 غرام، مع 2 مغارف مايزينا ولا نشا. نخلط كامل هذه المكونات بارد في بارد بالفوي. بعد ما يتجانس لي الخليط تاعي نديرو فوق النار، ونبقى نخلط على نار متوسطة مع الاستمرار في الخلط، يعني ما نحبش، لانه لو كان راني راح نحبس هذيك المايزينا تاعي تنزل لي للتحت وتنحرق لي وتعطي لي البنه تاع الحرق في الكريمه تاعي. نبقى نخلط حتى وين نشوف الخليط تاعي ثقال ودالي الفقاعات في الحواشي تاع الكاسرول. هنا نعرف بلي الكريمه تاعي راهي واجده. نجيب المول تاعي اللي كنت غسلته ومسحته مليح مليح، ندهنه بالزبده
هنا الزبده نديرها باش كي ندير الكريمه تاعي ما تلصقليش وتزيد تعطيني لمعان للكريمه. هذيك الزبده كي تلصق لي في هذيك الكريمه راح تعطيها لمعان. نخلط الكريمه تاعي لانه كي كنت ندير في الزبده اكيد تكون نشفت شويه، ونعمر بها المول تاعي. كما راكم تشوفوا من الدخان انا الكريمه تاعي درتها في المول وهي حاميه، يعني ما خليتهاش بردت. بعد ما نعمرها نجيب المسكوتشو تاعي ونحطها فوق هذيك الكريمه ونضغط عليها باش الكريمه تاعي تطلع الفوق. بعدها ندخلها للثلاجه حوالي ساعتين باش هذيك الكريمه تحكم روحها وتجمد لي. بعد ما هذيك الكريمه تاعي تحكم روحها نجيب المسكوتشو تاعي نحطها فوق طبسي ونقلبها. هنا بما انه رانا دايرين لها الزبده نكونوا ضامنين انه الكريمه تاعنا ماهيش راح تلصقنا. شوفوا اللمعه اللي تمدها الزبده للكريمه تاعنا، يعني يجي اللون تاعها صفر باهي. نقسمها معكم وتشوفوا لي الخفه والهشاشه والبنه تاع البرتقال والريحه اللي فيها روعه، جات من اروع ما يكون. هذه الوصفه جربوها وعينكم مغمضين رايحين يحبوها افراد العائله. مسكوتشو طالعه خفيفه ومهويه، تقدروا ترافقوها مع عصير البرتقال كما تقدروا ترافقوها مع قهوه حليب. نتمنى تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم وتفرحوا بها افراد العائله، ومتاكده ما راكمش رايحين تندموا عليها. اذا عجبتكم وصفتي لنهار اليوم نتمنى منكم فضلا وليس امرا ديروا لي متابعه واعجاب للفيديو مع ترك تعليق حلو كيفكم، ونلتقي في فيديو آخر ووصفة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى.